من المعروف دايما ان الالم هو وسيله تشخيص العلاج، وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الالم وخلانا نحس بيه كان علشاننا ومصلحتنا. ليه؟ لان ممكن الانسان يكون مش عارف انه القلب فيه حاجه فمش حاسس بالالم، فالقلب ممكن يروح. كذلك لاي عضو من اعضاء الجسم. طيب هنا هندي الموضوع ده لمين؟ يعني في ناس مثلا بيجي لها حكايه صداع ده عشان العين، وهو على طول نظارة او نظره مش مظبوط، او الجيوب الانفية او الاسنان، في مسببات كتيرة جدا. امتى ادي للمريض البوتوكس علشان اعمل له علاج للصداع؟ ولازم يكون بامر الطبيب المعالج، واعرف المسبب الاول عشان اعرف انا هزيله ازاي. بالظبط كده، انا لازم اعرف ايه اللي مسبب الصداع. تمام. لو اللي مسبب الصداع ان النظر ضعيف، اوكي تلبس نظاره او تشوف تقيس النظر بتاعها. لكن مش الحل ان انا اعمله، مش الجا له على طول، انا لازم اعرف السبب. بس في ناس عندها للاسف مرض الصداع النصفي المستمر، ده المزمن بقى دكتور. ده المزمن طبعا، كده كده بياخد علاج وتشخص خلاص، يبقى انا هتشخص وبياخد علاج، يبقى انا اشيل له اكني بالظبط بديله. ده انا كده بقلل له، بالعكس انا كده بقلل له جرعات المسكن اللي بتدخل جسمه، فبالتالي بقلل الضرر عليه. بامر يعني الطبيب ولا بامر حضرتك؟ البوتوكس هنا بيعتبر علاج ممتاز. طبعا لازم الطبيب، وطبيب اللي بيعمله، وطبيب يكون بيعالج المخ والاعصاب، لانه لازم بيتحقن في اماكن معينه مش في اي حته. تمام. يعني التجميل، لو انت هتحقني البوتوكس للخدمه التجميليه، دكتور التجميل هيحقنه لك. لو انت هتحقنيه علشان الصداع، الدكتور اللي بيعالج لك الصداع هو اللي المفروض يحقنه لك. تمام.